قصة اليوم عن رجل قالت اليهود أنه ابن الله، والشخص ده مات لمدة 100 سنة. مين هو الشخص ده؟ هل هو نبي؟ هل هو رجل صالح؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. قصتنا اليوم عن عزير عليه السلام. عزير عليه السلام في الوقت ده كان بيعيش في بيت المقدس، واللي في بيت المقدس كان في الوقت ده كان في مشاكل وفي حروب ودمار وخراب في البلدة. فكانت البلدة متدمرة بسبب هجوم بخت نصر على بيت المقدس. وكان عزير عليه السلام في يوم من الأيام كان نازل يشوف الأرض بتاعته ويشوف الأرض اللي هو كان بياكل منها وبيشرب منها من ثمارها يعني. فعزير عليه السلام لما شاف لقى إن الدولة كلها أو البلدة كلها متدمرة. فأثناء ما كان هو موجود كان الجو شديد الحرارة، فراح لمكان زي الكهف يستظل فيه، ونزل من الحمارة اللي كان راكبها، وكان معاه سلة كان فيها تين وسلة كان فيها عنب.